ده ملخص الحلقة الخامسة من المسلسل التركي عيناك كالبحر الأسود والجزء الأول. وبتبتدي الحلقة بفرح محمد وجونش، واللي دورسون هنا بيقول لأزيل أنا حاسس إن جونش مغصوبة على الجوازة دي. وبعدين إحنا إيه اللي خلانا نيجي هنا؟ جاي تشوفها وهي بتتجوز غيرك وتزود النار في قلبك؟ قال له أزيل أنا كل اللي عايزه أبص في عينيها وهي بتقول أنا موافقة، بعدها هينتهي كل شيء. وبنشوف كنالي هو جاي لعثمان وبيسأله عثمان لقيت هدايات ولا لأ، عشان عايز يعرف منه الحقيقة بعد ما حق قال له إن محمد شاغل معاه في المخدرات. قال له كنالي قلبت عليه الدنيا وما لقيتهوش. قال له عثمان إحنا المفروض ما كناش عملنا الفرح إلا لما نعرف الحقيقة الأول. قال له كنالي كلامك مظبوط، بس هي جونش اللي طلبت الفرح يتعمل بسرعة. وبنروح لنرمين اللي طلعت لجونش بتقول لها كل شيء تحت بقى تمام وجاهز زي ما انت طلبتي بالظبط، مش ناقصه غير حاجة واحدة بس، العروسة. وشوية وبنشوفها وهي نازلة هي ومحمد للفرح وسط نظرات حزن من أزيل، واللي الكل هنا بيسقفوا لهم. وبتفضل تتبادل النظرات هي وأزيل. وبيجي المأذون ويقول لها جونش تقبلي إن محمد عثمان مرشالي يكون زوج ليكي وتعيشي معاه؟ واللي فضلت تبص لأزيل في الأول وبعدها قالت أقبل وسط تسقيف الجميع. وبيوصل فيدات واللي طلع له عثمان بره وبيقول له فيدات كده تسيبني واقف بره ما تعزمنيش على فرح ابنك؟ قال له عثمان أنا عايز أعرف حاجة واحدة، أنت مداين محمد بفلوس؟ قال له فيدات الموضوع بسيط عليك يا سيد عثمان، دول 30 مليون دولار. أنا كنت شغال مع محمد اللي كان بينقل لي بضاعتي على سفينتك، بس هو فشل أكتر من مرة. هو وعدني إن هو هيسد الدين بس مش بيوفي بوعد. وبيسيبه عثمان وبيدخل، واللي بيسقف جامد وبيقول برافو محمد باشا تعالى لي هنا بسرعة. وبيروح له محمد، وهنا نرمين بتقول له في ايه يا عثمان؟ قال لها مالكيش دعوة انتي. وبيقول له بتخوني يا محمد باشا، بتشتغل مع أعدائي وبتتاجر في المخدرات مع هيدات وبتخون أبوك. والكل هنا مصدوم وبيقول أنا من النهاردة ماليش ابن اسمه محمد، من النهاردة مش عايز أشوف وشك، مش عايز أشوفك في مكان أنا موجود فيه. وبيمشي محمد، وهنا نرمين بتقول لجونش انتي واقفة ليه؟ روحي الحقيقي. واللي راحت وراه جونش واللي بتقول له قول لي الحقيقة، اللي قاله عمي ده مظبوط. واللي فضل ساكت محمد مش عارف يقول لها ايه. واللي قالت له طب اتفضل اركب عربيتك وامشي مش عايز اشوفك. تروح نرمين لعثمان وقالت له انت دمرت كل شيء وفضحتنا باللي انت عملته وفضحت ابني في يوم عرسه. انت اب انت، هات لي اب يعمل اللي انت عملته في ابني. قال لها ابنك اللي انت خلفتيه عشان يشوه صورتنا وسط اعدائنا وسط العالم كله وحط راسنا في الارض. احمدي ربنا اني ما عملتش فيه حاجه اكتر من كده. وفتوش كانت واقفه بره مع اسيا وكنالي بيسمعوا اللي بيدور بين عثمان ونرمين، واللي بتقول له انا لازم اخش اشوف ايه اللي بيحصل، انا خايفه بابا يجرى له حاجه. واللي بيمنعها كنالي وبتقول له احكي لي ايه موضوع المخدرات اللي اخويا بيشتغل فيها. وبنرجع لنرمين وعثمان، واللي بتقول له انت ناوي تعمل ايه تاني في ابني؟ ناوي تموته؟ قال لها انا نعتبر ان ابنك مات خلاص. قالت له انت ما دمرتش ابنك وبس، انت كمان دمرت جونش، قول لي هي ذنبها ايه؟ قال لها الموضوع ده انتهى، ولو زعلان على ابنك تقدري تسيبي البيت وتروحي تعيشي معاه. وهنا بيجي لعثمان أزمة وبيتعب، واللي بيخش عليه كلهم وبيطلبوا له الإسعاف. وبنروح لمحمد اللي راح لصاحبته، واللي بتقول له غريبة ايه اللي جابك؟ مش النهارده المفروض فرحك؟ قال لها حصلت مشكلة بيني وبين أبويا، بعد إذنك ما تسألنيش عن أي حاجة دلوقتي. وبيتصل بزنجر وبيقول له أنا عايزك تدور لي على أزيل وتقتله بأي طريقة الواطي ده. وهنا محمد مفكر إن أزيل هو اللي حكى لعثمان. وبنروح لعثمان اللي بيوصل للمستشفى هو في حالة صعبة جدا. وهنا فتوش بتاعته أمها بتقول لها انت السبب، انت ست ما عندكيش رحمة. واللي قالت لها اسكتي انت مش فاهمة حاجة. وشوية وبيوصل أزيل ومعاه جونش، واللي نرمين بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ مش مكفيك اللي عملته؟ حكيت لعثمان على كل حاجة وعملت فجوة كبيرة بينه وبين ابنه. قال لها اللي انت بتقوليه ده ما حصلش، انا ما حكيتش حاجة لحد. وهنا آسيا بتقول لها نرمين كفاية ابني في العمليات، خلينا نطمن عليه الأول. وبيخرج الدكتور واللي بيقول لهم الحمد لله احنا عدينا مرحلة الخطر بس هو لسه في العمليات. ونرمين بتتصل بمحمد وبتقول له الحق ابوك تعب ووديناه المستشفى، هو دلوقتي في العمليات. واللي بيروح على طول على المستشفى وبتحضنه نرمين. وفتوش بتقول له ايه اللي جابك؟ مش مكفيك اللي انت عملته في ابوك؟ جاي علشان تكمل عليه؟
واللي بيحضنها محمد وبيقول لها فتوش ابوكي هيبقى تمام، مش عايزك تقلقي، ابوكي مش هيسيبنا. وبيروح على جونش وبيقول لها يلا بينا، واللي بتقول له سيب ايدي، انا مش هاجي معاك في اي حته بعد اللي عرفته عنك. قال لها انت ناسيه ان الكتاب اتكتب وبقى انت مراتي. ردت نرمين وقالت كلام محمد صح، الست في عيلتنا مكانها بين جوزها وبس. قالت لهم جونش ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني يا عمي في العمليات بين الحياه والموت وانتوا بتتكلموا في حاجه زي دي؟ وبعدين انت ازاي متصور ان هكون مرات واحد زيك بيتاجر في المخدرات؟ انا مجرد ما عمي عثمان يقوم بالسلامه هتطلق منك. وبيقول له كينالي مفيش داعي لوجودك هنا، ابوك لو حس انك موجود حالته هتتدهور، يا ريت تمشي. وهو خارج قال لأزيل انا مستنيك بره. وبنروح لساد وحواء اللي قعدت على كرسي متحرك بعد اللي حصل لها، وبيقول لها ليكي عندي اخبار كويسه، عثمان خلاص هو في العمليات وايامه بقت معدوده، وحتى لو طلع منها مش هيبقى زي الاول، حتى علاقته بابنه باظت لانه عرف عنه كل حاجه. قالت له مين اللي قال له؟ قال لها ما اعرفش، هو الوحيد اللي يعرف، وفضح ابنه في يوم عرسه قدام المعازيم كلهم وطرده من البيت كمان. وبنروح لأزيل اللي طالع لمحمد اللي كان مستنيه بره، واللي بيمسك فيه وبيقول له انت دمرت حياتي، انت اللي قلت له على كل حاجه. قال له أزيل يا ريت كان انا كان نفسي اقول له علشان كنت ارتحت، بس انا خفت عليه يحصل له اللي هو فيه دلوقتي. قال له محمد يعني انت خايف تقول في وشي ان انت اللي قلت له؟ اتجرأ وقولها يا جبان. قال له أزيل انا لو عايز اقول له مش هستنى يوم عرسك عشان اقول له ويتعب فيها وتدمر كمان معاك واحده ملهاش ذنب. وهنا بيتدخل كينيلي وبيفض بينهم وبيقول له على فكره ابوك عرف المعلومه دي من هداية مش أزيل. ونروح للمستشفى والدكتور طالع من غرفه العمليات واللي بيطمنهم ان العمليه نجحت. وبنرجع لإيلا اللي جالها تليفون من نرمين وبتقول لها ان العمليه نجحت، وحق بيقول لها الحمد لله. وبتقول له خلينا نتوقع ال 12 ساعة اللي جاية، لو مثلا عثمان مات تفتكر مين اللي هياخد مكانه؟ قال لها قصدك ايه؟ قالت له اكيد أزيل، وده نرمين مش هترضى بيه ابدا. قال لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الراجل لسه عايش وانت بتفكري مين اللي هياخد مكانه؟ قالت له حتى لو فضل عايش هو مش هيقدر يباشر شغله زي ما كان، يبقى احنا اللي نقدر نعمله إننا نحاول نمنع محمد إن هو يرجع البيت تاني بأي طريقة، وساعتها مش هيكون في مرشح قدام أختك غيرك اللي تمسك له شغله. وأفكرك أنت اللي هتكون مسؤول عن العيلة دي. وبنروح لمحمد اللي جاله تليفون من أمه وبتقول له الحمد لله العملية بتاعت أبوك نجحت، ودلوقتي عايزين نفكر ازاي ترجع البيت تاني ونشوف حل مع الواطي أزيل اللي خرب الدنيا بينك وبين ابوك. قال لا مش أزيل اللي قاله ده، هداية اللي قاله. قالت له المهم دلوقتي انت لازم ترجع البيت، سيب ده عليا. بعدها بيتصل بجونش اللي بتقول له انت بتتصل بيا ليه؟ قال لا يعني ايه بتصل بيكي ليه؟ انت ناسيه انك انت زوجتي والمفروض تقفي جنبي. قالت له انا قلت لك كل اللي عندي، انت عملتك دي دمرتنا ودمرت كل العيله ودمرت ابوك، وبتقفل السكه في وشه. وبتنتهي الحلقه على كده. اتمنى تكون نالت رضاكم، واتمنى تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.